السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ صباحكم زي الفل او مساءكم زي الفل. النهارده انا هفرش البلكونه عندي بالفرش اللي كان عندي من الاول. النور والجنينه بتاعتي، جنينه البلكونه. انا جايبه الحاجات دي بقالي بنات يعني كده تالت صيف عليا الحاجه دي عندي. فانا هعلقها دلوقتي، فمش عارفه اقول لكم اسعار، بصراحه نسيت الاسعار كانت كام، وطبعا الاسعار اتغيرت دلوقتي. فانا دلوقتي هعلق اللي عندي كله، ومش هعرف اقول لكم الاسعار لان الاسعار اتغيرت والحاجه دي كانت عندي. فاول حاجه بتعمليها بتمسحي السكن، لان البلكونه بيضها قديم وعامله زي ايه، في حاجات كده من الجير مفتفته، فمش هينفع الزق عليها الدبل فيس غير وانتي منضفاها. الاول بتمسحيها كويس وتعملي الدبل فيس كده. بعد ما تلزقي الدبل فيس تبتدي تقشريه بعد اللزق. يعني الاول الزقيه كله ماشي على السكن كله بتلزقي عليه النور في بكل سهولة. ما فيهوش اي صعب. وكده هنبدأ نلزق النور. بيتحط على كل سهولة. انا هنا حاطه الدبل فيس ابيض، يعني في جزء ابيض، وكملت باللون الاسود، ما يجراش حاجه، مفيش مشكله. فانتي عادي ان انتي تكملي بالاسود او اللون الابيض كله، فمش هيشغلك الا ان انتي لازم دبل فيس عشان تلزقي عليه النور. وبالشكل ده كملت البلكونه كلها بالاسود. بتقصي عند كل زاويه كده وتبتدي تعمليه يمشي ستريت تاني بالطريقه اللي انتي هتشوفيها دي دلوقتي. كله هيمشي معايا دغري بطريقة كاملة كده كله. ده لحد هنا ابيض، وكل ده الباقي ده كله كملته اسود، ما يجراش حاجة، الالوان مش هتشغلك. انت هتلزقي بقى فوقيها النور. تخلي قعرة النور على الدبل فيس ووش النور لفوق. تمام. وهنا بقى هنطلع نعلق النور اللي هو النور والورد. النور والورد. برضو النور والورد كان عندي برضو من سنتين، فطبعا كل الحاجة دي بتيجي كل الشتاء تغسليها وترجعي تاني تركبيها. النور طبعا ما بيتغسلش، النور ان انتي بتمسحيه بس. اما الورد بيتغسل وبيتركن. طبعا انا بقولك بقاله سنتين عندي، وانا ايه يا دوبك كنت غسلاه مش في الشتاء اللي فات وركناه، وجيت ان الصيف ده ركبته. آه، هو يعني ما برضو مش هعرف اقولك اسعار، لان برضو الاسعار اتغيرت من سنتين غير دلوقتي. فانا ما اعرفش بقى الاسعار، مش هضرب اي اسعار وبس. لا. انتي تقدري ان انتي تشتري الحاجة بقى وتسألي على اسعارها من اول وجديد وتجيبي النجيلة والورد والليد وكله. انتي لو حاطه من الشتاء، في الشتاء كده اشتريتي حاجه وركنتيها، في الصيف هتركبي كل حاجه. بصي النوع اللي انتي المسامير اللي هي الكوبشه، بتشتريها من عند الموان، قولوله اللي هي الكوبشه اللي هي المدوره كده، واخده لفه دوران عشان تمسك معاكي النور والورد. انا وريتها لك اهي عشان تعرفي شكلها ايه، وبتدوقيها في حرف الخشب. كده ركبت برضو النور ده وده، قصدي النور والورد مع بعض في جنش واحد.
ابتديت ان انا اقشر الدبل فيس، تشيل الطبقة اللي من فوق عشان النور ينفع يلزق على الطبقة اللزقة دي. وكده ركبنا النور بكل سهولة وكل بساطة. بنات مش صعب ان انتي بس تحطي قعرة النور على الدبل فيس وتمشي بيه دوري وتوصلي لي الكهرباء، هيبقى معاكي تمام كده. وكده فرشت الجنينة في البلكونة، جنينتي في بيتي. يعني فعلا منظر هايل، وفعلا يديكي روح ان دي جنينة، وفعلا بتفك على الواحد شوية. مجرد ما انتي تخرجي برا البيت كده وتروحي داخلة القعدة دي اهو، بتحاولي تنسي شوية الشغل، البيت وهم الدنيا، وترجعي تقعدي هنا مع نفسك كده بكوباية شاي بعشاء. انا هتعشى دلوقتي في البلكونة ولوحدي، يا ريت تتفضلوا معايا. القعدة حلوة وهتبقى احلى بيكم. بحبكم في الله يا حبايبي. يا رب الجنينة يعني تبسطكم، وان انتي تحاولي تعملي الفكرة دي جميلة. ولو الامكانيات بسيطة تقدري تشتري حاجة وتركنيها للصيف اللي جاي، تفرشي جنينتك. صدقيني هتفك عنك كتير، وفعلا حاجة جميلة قوي. النور مع الورد عامل منظر دويتو جميل. كده حطيت الكرسيين والترابيزة، وده فانوس جواه لمبة، ودي زرعة خضرة، ودول على الترابيزة كرسي كده وكرسي كده. قاعدة هايلة، ومعلقة ورد. كنت الورد ده برضو بقاله سنتين. يعني في الشتاء بشيل الأرضية والنور، لكن ما بشيلش الورد من البلكونة، بسيبه مش يجراله حاجة. وده برضو عبارة عن سبت ورد عريض كده طويل طول. اتفضلوا معايا عشاء كبدة محمرة بالفلفل وعيش، وهنتعشى. يا ريت تتفضلوا معايا عشاء. انا قلت اتعشى في البلكونة والجمال بتاعها دوت. ويا ريت لو عجبك الفيديو شير ولايك وسبسكرايب، وان شاء الله يعجبك الفيديو حبيبتي، وان شاء الله يا ريت تشتركي عشان مفيش حاجة تفوتك.
وتعالي اتفضلي بقى معايا الشاي، نقعد نشرب شاي مع بعض في البرندة كده انا وانتي. اتمنى والله اشوفكم متابعين ومشتركين عندي، اشوفكم كلكم واقعد معاكم كلكم. صدقوني انتوا غاليين على قلبي، وانتوا احلى حاجة حصلت لي في حياتي. اتفضلوا معايا شاي، انا كوبايتي بصوا عليها جوزاء لان انا برج الجوزاء. برج الجوزاء عليه لان انا جوزاء. وكده اقول لكم باي باي يا حبايبي، اللي برج الجوزاء تكتب لي ان هي برج الجوزاء زيي. ويلا باي باي، تصبحوا على خير، باي باي.